أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. روي فيما روي عن المعلمة، عن العالمة غير المعلمة، أنها خطبت بالشام في مجلس الطاغية وقالت: فكد كيدك واسعى سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا تدرك أمدنا. كلمة خالدة من درة علوية من عابدة آل علي. هذه الكلمة من خلالها نحاول أن نفهم هذه الواقعة الكربلائية التي وقعت في سالف الزمان، في سويعات، في بضع سويعات من نهار، وبأعداد قليلة هجم الوحوش وأبادوا تلك الجماعة الصالحة. فماذا أنجزت تلك الجماعة الصالحة وما حققته من الأهداف؟ هناك طرق كثيرة لهذا الاستنتاج، وسنبدأ أولاً من خلال معرفة الهدف من هذه الواقعة، من خلال الهدف المرسوم من قائد هذه العملية. والقيادة الحسينية حددت ورسمت الهدف من حركتها بكل وضوح، فقالت كما روي: وإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب عليه السلام. هو هذا الهدف الذي حدد بكل وضوح. والأكثر من ذلك أن هذه القيادة عبرت عن عظيم الإنجازات الكبرى التي سوف تتحقق من جراء الشهادة والدماء التي تسال في كربلاء. ففيما خطته هذه القيادة العظيمة إلى محمد بن الحنفية، وفي ذلك الكتاب: أما بعد فإنه من لحق بي منكم استشهد معي، ومن تخلف لم يبلغ الفتح والسلام. وعندما نتحدث عن هذا المقطع، وهو كلام ومرسوم من قيادة معصومة، فهو فصل الخطاب. قد ندرك الإنجازات والآثار، وقد لا تدرك عقولنا العمق الذي يستهدفه الإمام الحسين عليه السلام، لأننا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وتبقى القيادة المعصومة بعقلها التام، فعلينا أن نلتحق بركبها وبفكرها. فالمظلومية المفجعة لأبي عبد الله الحسين وأهله وذريته وأصحابه لم تكن هزيمة على الإطلاق، وإنما حقق نصرا استثنائيا ساحقا. وبذلك الناصر جمع بين حسنيين:
بين شهادة وفتح عظيم. ذلك الأمر الذي تفرد به الحسين، فالحسين هو صانع أعظم الفتوح بهذه المعركة وبهذه الدماء التي سالت، ولكن لا يدرك عظمة ذلك الفتح الرؤية الساذجة ولا الرؤية القاصرة والتي تحكم الرؤى المادية والإنجازات القريبة والتي تغلب السيطرة الجغرافية والتي تغلب الجلوس على الكرسي. تلك لا تستطيع أن تفهم واقعة عاشوراء. واقعة عاشوراء تحتاج إلى بصيرة ثاقبة، تلك البصيرة الثاقبة لتفهم أن هذه المعركة صنعت التحول الحاسم لمصلحة الإسلام، تلك التي حققت الأهداف الحضارية من إحياء الإنسان وإنقاذه من وحل الجاهلية. وأهم هدف في مسيرة الأنبياء ليس هو بناء الظواهر ولا بناء الماديات، هدف الأنبياء والرسالات والأوصياء هو صناعة الإنسان، وهو الهدف الأسمى والأكمل من كل إنجازات في الدنيا. والحسين هو الذي حقق هذا الإنجاز وأوجد هذا التألق. ولكن هذه الآثار التي نتحدث عنها نتحدث آثار على الأمد البعيد، فهذه هي الرؤية الثاقبة التي تريد أن تحقق الأثر في أمد طويل. فقد بذل الحسين مهجته، تلك المهجة التي بذلها في الله ليستنقذ عباد الله من الحيرة والضلالة ويخرج الناس من الظلمات إلى النور. تلك التألق الذي قدمه الحسين بذلك حفظ ديمومة الرسالة المحمدية، ولم يقتصر تأثير هذه الواقعة على عالم الدنيا، بل هذه الواقعة اهتز لها أظلة العرش في السماء، وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات. وهم يدركون عظمة هذا الإنجاز وتلك المصيبة التي وقعت. فالحسين هو الوتر في الخالدين، الحسين لا يدركه أي أحد، وما السعي الدؤوب إلى طمس هذه الواقعة والذي نجده كثيرا وفي كل عام، والنهيق المستميت في الدفاع عن طغاة توحشوا في الإبادة للصالحين، إلا لعظيم الألم ولشدة الصراخ لما أوجده الإمام الحسين وجرع أعداء الدين الغصة تلو الغصة. تلك الإنجازات لا يمكن معها أن تلمع الوحوش التي وقفت تجاه الإمام الحسين، فتلك الوحوش لا يجملها شيء وهي تزيد من فضيحتها، ولكن عند أهل الكرامة والعزة والإباء. وقد شكلت هذه الواقعة منعطفا تاريخيا في تاريخ الإسلام، أوجدت فصلا بين تاريخ الإسلام وتاريخ المسلمين. فتاريخ الإسلام يجسده المعصوم، بينما تاريخ المسلمين هو الذي يجسده الآخر. فعندما نتحدث عن التاريخ ونتحدث عن مآسي التاريخ، ذلك حديث عن تاريخ مسلمين، ولكننا عندما نتحدث عن الحسين فنحن نتحدث عن تاريخ الإسلام، ذلك التاريخ الناصع، تلك حركة فاصلة. ثم أن هذه كان لها أثر، وامتد ذلك الأثر المبارك على الساحة الدينية والاجتماعية والسياسية، وامتدت تلك الآثار إلى الأجيال المتعاقبة لتناسب كل العصور. وأشير إشارة عابرة وسريعة
إلى بعض الإنجازات المهمة التي أوجدتها هذه الواقعة ونجحت في إيصال رسالتها إلى الأجيال. الأمر الأول: لقد زلزل الذبح العظيم لأبي عبد الله الحسين عليه السلام عروش الذين استحلوا الحرمات ونكثوا العهود وخالفوا السنن النبوية وأحيوا البدع والخرافات. هذه العروش استطاع ذلك الدم أن يزلزل تلك العروش. وشعار يا لثارات الحسين تمدد ذلك الشعار ومد الأمة بالعزة والكرامة، تلك العزة والكرامة التي اضطربت لأجلها عروش الطغيان والجبابرة. فذلك الطاغي الذي أمر بقتل الحسين عليه السلام لم يدم في ملكه أكثر من 3 سنوات، وتلك الطغمة من الطلقاء الذين توالوا على الحكم لم يستطيعوا أن يولدوا حكما يمتد إلى عمر إنسان واحد أو أقل، مما يدل على الانتكاسة العظمى التي حظيت به هذه الرموز وهذه الشخصيات. فإن الله عادل، ومقتضى عدله أن ينتقم من الظالمين. ففي الرواية الواردة في علل الشرائع عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال: لما قتل جدي الحسين عليه السلام ضجت عليه الملائكة إلى الله تعالى بالبكاء والنحيب، وقالوا: إلهنا وسيدنا أتغفل عمن قتل صفوتك وابن صفوتك وخيرتك من خلقك؟ فأوحى الله عز وجل إليهم: قر ملائكتي فوعزتي وجلالي لأنتقمن منهم ولو بعد حين. والانتقام الإلهي أشد صور الانتقام. ثم النقطة الثانية أن هذا الدم المسفوح بكربلاء عرف الأمة بعدوها الداخلي وأيقظها من سبات نومها العميق، وذلك الخدر الذي شل حركة الناس. وتشخيص العدو أهم مفاصل القوة في كل مجتمع، والتغافل عن العدو أو التقليل من شأنه ومخاطره هو أول الوهن في الأمة. وهذا معرفة العدو تمثل نصف المعركة. معرفة العدو تحدد لك البوصلة الصحيحة. ولكن الأمة التي تضيع عدوها تتنازع فيما بينها بدل أن تتنازع مع عدوها. وتدفع معرفة العدو تدفع الأمة للاستعداد للجهوزية، تدفع بالأمة إلى حالة من القوة فلا ترتعد فرائص الأمة أمام العدو. هذه الأمة التي تعرف عدوها لا تغتر بالملمس الناعم لهذه الحية الرقطاء. الأمة التي تعي العدو تستطيع أن تتجاوز خدعه الماكرة. الأمة التي تحدد العدو تستطيع أن تتجاوز. أما إذا وثقنا في عدونا فتلك أكبر الخيانات للرسالة وقوة المجتمع. ذلك الذي طعمه الإمام الحسين في الأمة. وبهذه الثقافة فقد الحزب القرشي والفئة الباغية فقدت شرعيتها، وإن كان لكل ساقط لاقط، ولكن الحسين بمعركته تلك استطاع أن يفصل الزعامة الدينية عن الزعامة السياسية. كانت هذه في زعامة واحدة، وكانت تلك الزعامة تعطي الشرعية للآخرين، ولكنها بعد واقعة الطف أصبحت تبحث وتتوسل
إلى فقيه هنا ومحدث هناك لتكتسب الشرعية من فقهاء ومحدثين، وبلغ بها الحال إلى صناعة عبر الترغيب والترهيب، صناعة وعاظ ليضيفوا إليها الشرعية. هذا الإنجاز الحسيني المهم الذي استطاع الإمام الحسين. ولهذا اضطرت تلك الطغمة أن تقف بعد حين وتمنع من الاستمرار في نهج منع تدوين الحديث النبوي، لأنها وجدت المعارضة لها قد تحلت بحفظ السنة النبوية فمثل عنصر قوة، فلجأت إلى تدوين السنة لكي تتقمص هذا الدور وتحافظ على دورها، لأنها أدركت أن عرشها لا يمكن أن يستمر إلا من خلال الحفاظ على المظهر الإسلامي وعلى المظهر الديني، فحاولت أن تتشبث بذلك لتبقى على كرسي الحكم. ثالثا، حركة الحسين عليه السلام، هذا الإمام الهمام، كشف وهو القربان الأسمى، كشف عن الجاهلية المتدثرة باسم الإسلام وتلك خطورة. وكل شريعة سماوية تعرضت لانحراف وتعرضت لتحريف، ولهذا النبي الخاتم جعل خطا واضحا يزيل التحريف عن رسالته. فكان الحسين الذي استطاع أن يكشف تلك الجاهلية ويوقف ذلك الامتداد ويحجم التهري الثقافي والحضاري الذي أريد لهذه الأمة، فقد كان العزم على محو الإسلام صراحة. وقد تحدث طاغية في مجلسه مفتخرا ويصرح وهو يقول: لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. أن يصرح ذلك أمام الملأ بلغة الكفر. واقعة الطف صححت مفاهيم مفصلية في الأمة، مفاهيم مفصلية على المستوى العقدي، فذلك التيار استطاع أن يؤدلج الأمة. تلك الشجرة الملعونة استطاعت أن تبث في هذه الأمة وتفتعل إيديولوجية عقائدية في دائرة كلامية تؤسس لمنظومة الجابر، وأن الإنسان لا إرادة له أمام هذه الخيارات المتعددة، والهدف من ذلك تدجين الأمة لكي تستسلم بالخضوع لما يراد. ذلك التدجين الخطير يعني أن تنهزم الأمة نفسيا من دون أي معركة تقام، ويتحقق القهر الاجتماعي، وكل ذلك باسم قداسة دينية. وروجت هذه الفئة لمنهج الإرجاء، وهو منهج يلغي في الإنسان هم الطاعة والانقياد والتقيد لله جل وعلا. فحفظ الدم الحسيني التوحيد في الأمة، صان الكتاب. الدم الحسيني حمى الحلال والحرام. الدم الحسيني هو الذي أبقى لنا الحق في كل زاوية وجدت الحق، وفي كل مذهب وجدت شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وآله. فذلك ببركة الدم الحسيني، فقد تألقت الدنيا بالعطاء الحسيني. فالإسلام أصبح في وجوده محمدي وفي بقائه حسيني لهذا الإنجاز العظيم. ففي الأماليل الطوسي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لما قدم علي بن الحسين، لاحظ كيف يجيب هذا المعصوم عندما يسأل عن إنجاز واقعة الطف وكيف يرى الأشياء.
لما قدم علي بن الحسين عليهما السلام وقد قتل الحسين بن علي صلوات الله عليه، استقبله إبراهيم بن طلحة بن عبيد وقال: يا علي بن الحسين، من غلب وهو مغطى رأسه وهو في المحمل؟ فقال له علي بن الحسين: إذا أردت أن تعلم من غلب ودخل وقت الصلاة فأذن ثم أقم، فإن وجدت دينا عند الناس فاعلم أن هذا الدين من بركات واقعة الطف ودم الإمام الحسين، ولو في أي مذهب كان وفي أي بقعة كانت. فالحسين أحيا القيم، أحيا الإنسان، أوجد الحضارة المجيدة التي كان يبتغيها رسول الله صلى الله عليه وآله. بل الحسين أوقف تيارا عريضا من فقهاء العافية. فقهاء العافية هؤلاء يروجون للطاعة العمياء، تلك الطاعة التي تدعو إلى لزوم الجماعة ونبذ ودرء الفتنة، ولكن بأي عنوان؟ ولو كانت لتشييد الباطل، وجعلوا الدين تابعا للزعامة الدينية مهما كانت تلك الزعامة الدينية، ولو حكمت بحسب الأهواء والمصالح. ولكن الحسين وحده بحركته وبدمه الطاهر جاءت هذه الملحمة الحسينية الفريدة المتألقة واستطاعت أن تشق عصا الطاعة، ولكن عصا الطاعة للباطل، عصا الطاعة للطغيان. وكل الأنبياء في دعوتهم شقوا عصا الطاعة للطغيان. وإذا كان من فتنة فإيجاد فتنة أولى من وحدة معسكر ووحدة كلمة تحت راية باطلة. وجود معسكرين مع وضوح حق في البين هو الذي ينعش هذه الأمة، وليس من الصواب باسم وحدة الكلمة أن يطمس الحق ويحيى الباطل. فكل نبي جاء ليحيي الحق ويطمس الباطل ولو أدى إلى شق الطاعة، والحسين عليه السلام جاء كإرث للأنبياء. رابعا، منطق الإمام الحسين يختلف عن منطق أهل الدنيا. أهل الدنيا في تقييمهم للأمور يقايسون الأحداث وبعيونهم القاصرة، ويقيمون الأمور وفق معطيات مادية، ويقولون من غلب؟ ذلك الإنسان الذي استطاع أن يقضي على الإمكانات المادية ويحسم في الجانب قتل النفوس البشرية. بينما الانتصار في منطق الإمام الحسين يختلف، ليس بالغلبة المادية. فالقرآن الكريم أطلق الفتح على صلح الحديبية، ولم يقع في صلح الحديبية صراع غلبة مادية، ولكنه كان من أعظم الفتوح، لأن الفتح في النظر القرآني ليس بالغلبة المادية، بل الفتح القرآني بدخول الناس أفواجا في دين الله. الانتصار الحسيني في تحقيق الاستقامة. القرآن الكريم يمجد أصحاب الأخدود، وهؤلاء قد حرقوا بالنار ولكنهم نجحوا في الاستقامة. القرآن يمجد في الأنبياء ويقول أن الأنبياء انتصروا، والأنبياء بين من نشر بالسكاكين وقطع ورأس يحيى بن زكريا الذي أهدي إلى بغي من بغايا بني إسرائيل، ولكنه انتصر عندما حقق الاستقامة. فهذا هو الانتصار. النبي الخاتم صلى الله عليه وآله أبعد عن وطنه ولم يشكل ذلك انتصار لجبهة القريش، ولم يكن ذلك هزيمة للرسول محمد صلى الله عليه وآله، لأن المنهزم في منطق القرآن الكريم هو الذي يغلب على مبادئه، هو الذي يغلب الدنيا على القيم. ولو تغلب عسكريا، ولو تربع على عرش السلطة، ولو كان له مال كمال قارون،
ولكنه إذا هزم في مبادئه فلم ينتصر مهما حقق من إنجازات. هذا هو المنطق القرآني، وتظهر هذه النتيجة على الأمد البعيد. فتية أهل الكهف الذين آمنوا، أولئك الفتية قد لجأوا إلى الكهف هربا من طاغية ذلك الزمان، فضرب الله على أذانهم سنين عددا فبقوا في ذلك الكهف، ثم أحياهم ليظهر أن النصر بتلك الحركة. متى ظهرت النصر؟ ظهر بعد حين، ظهروا ليجدوا لذة الانتصار الإلهي، وهذا هو الذي يتحدث عنه الإمام الحسين. فالناصر والعاقب والمدار أن الأمور بخواتيمها. خامسا، قوى الحسين والدم الحسيني الثلة الصالحة من الثلة القليلة. الإمام الحسين استطاع أن يحدث بمظلوميته حالة من التلاحم والقوة في فئة قليلة، شكل ذات تلك المظلومية والفاجع مخزونا عاطفيا يقوي النظام الاجتماعي بين الموالين الصالحين، سياج متين من الولاء للصالحين والبراءة من الطالحين. إني سلم لمن سالمكم، وحرب لمن حاربكم، وولي لمن والاكم، وعدو لمن عاداكم. هذا البعد الذي أوجده تمدد من ذلك الحين إلى حركة الإمام المهدي. ستبقى هذه الثلة القليلة والفئة الصالحة مصدر شموخ وعزة وأنصار لمنهج الرسالة. هذه الأقلية في منطق القرآن ليست عرقية ولا إثنية، ولكنها أقلية مؤمنة شاكرة، أقلية صابرة على ما ينزل بها. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. الحسين قوى هذا المنطق، وهذا المنطق هو منطق الأنبياء، شيخ الأنبياء وقد عمر. ما الذي أنجزه شيخ الأنبياء وهو أعظم الإنجازات وأعظم الفتوح؟ وما آمن معه إلا قليل. سفينة النجاة من ركب فيها قليل من عبادي الشكور، تلك السفينة التي نجت وتلاشت الأكثرية وتساقطت الأكثرية كأوراق الخريف من بين تلك السفينة في كهباء منثور ببركة ذلك الطوفان. والذي بقى هو الأقلية التي نفعت الناس واستمرت البشرية من تلك الأقلية. وهكذا الحسين صنع أقلية ولكنها أقلية شامخة، صنع أقلية ولكنها أقلية ثابتة، صنع أقلية ولكنها ماذا كانت في ليلة العاشر؟ كان لها دوي كدوي النحل من التلاوة والعبادة والصلاة. وماذا قدمت في ساحة الوغى في يوم العاشر؟ قدمت الثبات والنموذج الأسمى بتلك الثلة القليلة. الحسين عليه السلام انتصر وحقق ولا زال يحقق بثلة تتجدد في كل عام ببركة تلك الدماء الطاهرة. فثبتني الله أبدا ما حييت على موالاتكم ومحبتكم ودينكم، ووفقني لطاعتكم ورزقني شفاعتكم، وجعلني من خيار مواليكم التابعين لما دعوتم إليه، وجعلني ممن يقتص آثاركم ويسلك سبيلكم ويهتدي بهداكم ويحشر في زمرتكم. جعلنا الله وإياكم من أنصار الحسين وممن يرزق شفاعة الحسين. وصلى الله وسلم على محمد وآله الطيبين الطاهرين.